دلوقتي لو دخلت من على أي جهاز على الشبكة هلاقي الملفات بتاعتي ظاهرة عادي جدا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل أي حاجة كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. في الفيديو اللي فات احنا ثبتنا بروكس موكس على الجهاز القديم وحولناه لهوم سيرفر. دلوقتي احنا عايزين نوصل الهارد بتاعنا بالسيرفر، وطبعا مش لازم يكون عندك هاردات احترافية، اي هارد عندك عادي جدا كبداية. فدلوقتي علشان نخلي الهارد ده مفيد لازم نعمل له خدمة تشغله على السيرفر بتاعنا. فبروكس موكس عامل لنا اختيارين دلوقتي، عامل لنا فيرجوال ماشين او لينكس كونتينر، فاحنا هنستخدم اللينكس كونتينر عشان هي اخف واسرع وممتازه للخدمات. امال ديت لانظمه التشغيل زي ويندوز مثلا او اوبونتو او كالي او اي حاجه زي كده، هتلاقيها من هنا كده او من هنا. تمام، لو فتحنا التيرمينال وكتبنا الامر ده هيعرض كل الهاردات والبارتيشن المتوصله بالسيرفر بتاعنا. فالبارتيشن ديت بتاعه النظام نفسه. امال ده هو ده الهارد بتاعنا اللي احنا لسه مركبينه. تمام، ممكن تعرفوا من المساحه من هنا. وكل بارتيشن بيكون عليه نظام ملفات زي مثلا ال NTFS وال EXT4. ال NTFS ده النظام الاساسي بتاع الويندوز، اللينكس يقدر يجراه عادي لكن مش الافضل للسيرفرات. اما ال EXT4 فده اشهر نظام ملفات للسيرفرات ولينكس، علشان مميزات مهمة جدا زي مثلا ان هو اسرع واثبت وكمان مشاكل اقل، عشان كده كل السيرفرات واللينكس بتعتمد عليه. فلو انت جاي من ويندوز الهارد بتاعك اكيد هيبقى NTFS، فهو لو عليه ملفات مهمة اكيد ما تفرمتوش، عشان السكريبت اللي احنا عاملينه هيطلب منك لو انت عايز تفرمته او لا، فما تفرمتوش لو انت عليه ملفات مهمة. ولكن لو انت لسه جايبه جديد يفضل ان انت تعمل له فرمطه وتخليه على نظام EXT4 عشان دي الافضل للسيرفر بتاعك، عشان ما يحصلش معاك مشاكل بعد كده. السكريبت اول حاجه هيفحص الهاردات، يحدد نوع الفايل سيستم بتاعه. لو هو EXT4 هيكمل مباشره، اما لو هو مثلا NTFS او اي نظام ملفات تاني هيطلب منك لو انت عايز تفرمطه وتحوله ل EXT4. فزي ما احنا قلنا لو عليه ملفات مهمة ما تفرمطوش عشان ما حدش يرجع يشتمني في الاخر. بعدين هيعمل ماونت بوينت. دلوقتي اللينكس شايف الهارد بتاعك لكن لسه عايز يربطه بمكان داخل النظام نفسه. تخيل كأنك مركب فلاشة وما فتحتهاش، هي بتبقى نفس التشبيه. فهو السكريبت هيعمل لنا ماونت تلقائي. هي دلوقتي لو احنا عملنا ماونت بس بعد اي ريستارت كأنه ما اتعملوش ماونت، فعلشان نخليه يتعمل تلقائي لينكس فيها ملف مهم جدا اسمه fstab، ده بيخلي الهارد يشتغل تلقائي بعد كل اعادة تشغيل. بعدين هنعمل اضافة الهارد داخل بروكسموكس ستورج. هنا بقى هيسألك هتسمي الهارد ايه. تمام، بعدين هيحمل ديبيان تمبلت، هي بتبقى حاجة خفيفة تناسب اللينكس كونتينر اللي احنا مستخدمينه عشان ننشئ بيها لينكس كونتينر. وهو هيعمل برضو اللينكس كونتينر، مش هنعمل اي حاجة. بعدين هيثبت الصنبة اللي هنستخدمها علشان نشارك الهارد بتاعنا على الشبكة ونقدر نفتحه من اي جهاز على الشبكة بتاعتنا، ونعين IP ثابت. ده كله هنشوفه في السكريبت. تمام، الهارد يظهر على لينكس ماك OS ويندوز والموبايل. هنفتح جيت هاب وهسيب لكم الرابط في وصف الفيديو. بعدين هننزل عند اكسباند ان سيت اب وهناخد الامر ده كوبي. تمام، بعدين هنرجع للسيرفر بتاعنا، نخش هنا على السيرفر من هنا، بعدين هنخش على شيل، بعدين هنكتب هنا الامر بتاعنا، نعمل كنترول شيفت في، بعدين هنتك انتر، هنكتب الباسورد، بعدين هنضغط انتر. اول حاجه هو جاب لنا الهاردات المتوصله على السيرفر بتاعنا. هو ده الهارد اللي عندي هو 1 تيرا. تمام، فهنختار نتك واحد، بعدين هنضغط انتر. دلوقتي هو بيسالك عايز تسميه ايه، فانا مثلا هسميه فول، وهنضغط انتر. هيبدأ يعمل له ماونت، بعدين هيعمله في الاف ستاب، بعدين هيحمل الديبيان تمبلت. دلوقتي هو عايز نختار الاي بي، يفضل ان هو يبقى ثابت عشان تقدر تخش بيه بعد كده من على جهازك. يعني هنختار 2، بعدين هنضغط انتر وهنكتب اي بي. هو مديك هنا مثلا مثال اهو، بعدين هنضغط انتر. دلوقتي هو عايز يحط باسورد في الهارد بتاعنا عشان اي حد لما يجي يربطه من على الشبكه لازم يدخل الباسورد واليوزر نيم. هنضغط انتر فهي تبقى واي، بعدين هنكتب الباسورد. يفضل ان هي تكون قويه علشان هيقدر ياكسس على كل ملفات. هي كلمه السر مش باينه بس هي انكتبت، فهيبدا يعمل دلوقتي البتاع بتاعنا
لو لاحظنا هنا هتلاقيه يعملها هنا اهي صنبا NS. تمام، هنسيبه يخلص وتقدر تعمل الطريقة ديت على أي هارد تجيبه جديد. تمام، دلوقتي هو بيسألك الهارد اللي هو هيشاركه عايزه يكون بنفس الاسم اللي انت عملته ولا هتغيره، فانا هسيبه زي ما هو عادي يعني. ده كان دلوقتي السكريبت خلص معانا. يعني انت دلوقتي لو دخلت على الويندوز عندك، هو مطلع لك هنا اهو. لو دخلت على الويندوز وكتبت الكود ده كده هيفتح معاك، ولو دخلت على ماك او لينكس كتبت الكود ده هيفتح معاك. هنخش على الفايل اكسبلورر، هنخش على قسم نتورك من هنا، بعدين هنكتب كود اللي هو مطلعه لنا، هنتك انت يفتح معانا بالمنظر ده. بعدين هنكتب كلمة السر، بعدين هنضغط اوكي. ودلوقتي لو دخلت من على اي جهاز على الشبكة هلاقي الملفات بتاعتي ظاهرة عادي جدا. وقبل ما اختم الفيديو زي ما اتعودنا، حديث في حكاية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. حتى في الحاجات التقنية حاول دايما انك تفهم الحاجة، مش تعمل كوبي وبيست وخلاص، لان الفهم هو اللي هيخليك تعرف تطور اي حاجة بعد كده. لو الفيديو فادك اشترك في القناة وفعل الجرس، واكتب لي في التعليقات ايه اول خدمة نفسك تعملها على السيرفر بتاعك. والفيديو الجاي ان شاء الله هنبدأ نخش على خدمات اقوى بكتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم.